اهلا بيكم. انا مالك سعاد غراب من مواليد 85 واتولدت في السعوديه، ولا انا مش سعودي، انا مصري. الحكايه كلها ان والدي ووالدتي كانوا بيشتغلوا في السعوديه وقتها. المهم رجعنا لمصر تاني سنه 1993. كان عندي وقتها تقريبا 8 سنين، وعلشان والدي يصرف على البيت فتح شركه صغيره لتجاره الملابس. ما عنديش غير اخت واحده بس، هي اختي ليلى اللي اكبر مني ب5 سنين. كنت بعتبرها زي امي التانيه وبعتمد عليها في كل حاجه، لحد ما ليلى اتجوزت وخلاص بقيت انا لوحدي مع امي وابويا. مرت السنين واتخرجت من كليه التجاره سنة 2007، واشتغلت في شركة والدي لحد ما اتجوزت بسمة سنة 2010 اللي اتعرفت عليها وحبيتها من أول سنة في الكلية، وتقريبا دي أحسن حاجة حصلت في حياتي. لحد ما ربنا كرمنا بعد جوازنا بسنتين ببنت وسميتها هند. حبيتها جدا واتعلقت بيها، وقلت لنفسي من النهاردة هعيش علشانها هي وبس، وأعمل لها كل حاجة. أعتقد تقريبا انتوا دلوقتي عرفتوا كل حاجة عني، ما بقاش غير شكلي اللي أكيد عاوزين تعرفوا عامل ازاي. أنا شخص عادي، طولي 175، ملامح وشي عادية ما فيهاش أي حاجة مميزة، لدرجة انك مش هتفتكرني لو قابلتني مرتين. ونسيت اقول لك ان في علامه في وشي بتميزه شويه، النضاره النظر الكبيره اللي انا لابسها، وتقريبا ما بشوفش من غيرها. وما اقتنعتش بتركيب العدسات، لان مش هستحمل ان كل يوم احط صباع في عينيا اركب العدسه وارجع اشيلها تاني. ده غير ان جراحه اللزق بترعبني، وبرضه ما اقتنعتش بيها. انا حابب حياتي وعاوز اعيش كده. وانا دلوقتي قاعد الساعه 7 بالليل في الشركه اللي انا شغال فيها، واللي قاعد في المكتب اللي جنبي ده محمود صاحبي. حياتي ممله وكل الايام شبه بعضها تقريبا. وصاحبي محمود اللي في المكتب طول النهار واكل دماغي بحوادته اللي ما بتخلصش، وما عندوش سر غير عن سيره الجن والاعمال والكلام الفاضي ده. وقال لي صدقني انا عارف ان مراتي عامله لي عمل. قلت له مراتك مين يا ابني اللي عامله لك عمل بالظبط؟ انت اتجوزت 3 مرات وطلقت ودلوقتي متجوز الرابعه. بصراحه انا ما اعرفش، بس الشيخ انور اللي انا رحت له النهارده هيعرفني هي مين. هي ده عملي بس انت بتصدق الكلام ده؟ وبعدين مش المفروض العمل ده يخليك تشوف مراتك قرد؟ ايوه المفروض يخلينا اشوفها قرد. طب وانت دلوقتي يعني بتشوفها قرد؟ ما هي زي ما هي ما اتغيرتش. انا ما بشوفهاش قرد فعلا، بس في مشاكل كتير حصلت بينا، فشكل كده العمل اللي اتعمل لي باظ وما وصلنيش منه غير المشاكل اللي بينه وبين مراتي. انت طلقت يا ابني 3 مرات وشكلك كده هتطلق الرابعه، وبذكائك كده فين المشكله؟ المشكله في اللي بيعمل لي الاعمال ومش سايبني في حالي. لو حياتك المشكله فيك انت. هو في حد يستحمل يعيش معاك؟ ايوه انا عارف اني بتعصب كتير وما بستحملش، بس ده كله بسبب الاعمال اللي بتتعمل لي. انا قلت لك قبل كده الكلام ده ملوش اي معنى، انت سليم وما فيكش حاجه. ايوه بس الجن مذكور في القران، تنكر الكلام ده؟ مذكور يا سيدي، بس هم يسيبوا الدنيا كلها ويجوا عندك انت؟ ولا نسيت ايام الكليه لما كنت بتجيب درجات زي الزفت وكنت بتقول لي انا معمول لي عمل؟ ولا البواسير اللي عندك وانت فاكر ان الجن هو السبب فيها؟ ايوه بس هي دي الحقيقه. حقيقتي مش فاهم. طب وايه علاقه الجن بالبواسير اللي عندك؟ هو الجن هيسيب الدنيا كلها ويركز في بواسيرك انت؟ هو انت كده على طول بتنكر اي حاجه ليها علاقه بالعفاريت وما بتصدقش الكلام ده، وشكلك كده يا مالك يا اخويا ممسوس من الجن وما تعرفش. انا ممسوس من الجن؟ انا مش عارف انت ازاي اصلا بتدرس لطلاب كليه التجاره، وازاي اصلا واخد الدكتوراه بدماغك دي. نسيت اقول لك على فكره، في دكتور في كليه الاداب قسم التاريخ اسمه مراد، ولسه عارفه من 3 ايام، وكلمنا عن حاجات تاريخيه تثبت ان السحر كان موجود زمان. طب وايه الجديد يعني؟ ما الناس كلها عارفه ان الحاجات دي كانت موجوده زمان من اول ما اتولدنا. ايوه بس ده بالذات معاه دليل ان السحر موجود، وبيجهز رساله دكتوراه عن مؤرخ مصري اسمه المقزاز حاجه كده، مش فاكر الاسم قوي. قصدك المقزيزي؟ ايوه هو ده، مش فاكر التفاصيل كويس، بس قال له انه لقى في كتاب المقزيزي قصه لواحد يتحكم في الجن، وكانوا مسميين الراجل ده حاكم الجان. اهو كالعاده برضو كلت دماغي بكلام ملوش اي اساس من الصحه بحكايتك التعبانه دي. هسيبك انا بقى هروح البيت. بقول لك ايه رايك تيجي تتعشى معانا النهارده؟ المشكله النهارده بالذات عندي ميعاد مع الشيخ انور، لازم اعرف مين اللي عمل لي العمل ده. خلاص يا عم خليك مع الشيخ انور بتاعك. المهم روحت البيت وتعشيت مع مراتي بسمه. خلصنا العشاء وجابت لي كوبايه الشاي، وقالت لي على فكره انا نيمت هند قبل ما انت تيجي، بس نامت بالعافيه لحد ما جبت لها القط بتاعها ينام جنبها. بسمه انت عاوزه تشرب سجاره؟ براحتك لو انت كمان عاوز ماشي. طب روح جيبي علبه السجاير من الدولاب. وبسمه مشيت وراحت تجيب علبه السجاير. بس قبل ما تيجي عاوز اقول لكم ان انا وبسمه ما بنشربش اصلا، احنا بنشرب سجاره واحده بس، احنا الاتنين فيها كل شهر مره تقريبا، وبنعتبر الموضوع ده سر بينا ومحدش يعرفه. وكفايه بقى علشان بسمه وصلت ومعاها السجاير والولاعه والطفايه. ولعنا سجاره وخدت نفس واديتها هي كمان تشرب نفس، وشرب السجاير خلاص اعتبرناه عاده وكل فتره بنعملها. بس فجاه بسمه بدات تكح ونفسها بقى اسرع، وانا كمان شعري ضيق بدا يقف. انا وبسمه بصينا لبعض وما كناش عارفين ايه اللي بيحصل، وسمعنا صوت هند بتصرخ في اوضتها. اتخضينا وجرينا بسرعه نشوف ايه اللي بيحصل عندها. لقيت هند بتعيط وقالت لي يا بابا في واحد كان شكله مرعب معايا في الاوضه. دورت في الاوضه كويس وما كانش في حد معاها، وبسمه مراتي بصت لي وكانت خايفه، فقلت لها تاخد هند وتطلع، وانا دخلت الاوضه وقفلت الباب ورايا، وشميت ريحه كبريت ما كانتش غريبه عليا. والقط بتاع هند مفتح عينيه وكانه بيبص على حاجه قدامه. ركزت كويس ولقيت دايره صغيره جنب السرير بتاع هند على الارض، كان فيها لون ازرق بيظهر ويختفي، والقط بدا يتحرك في اتجاه الدايره، بس انا وقفت قدامه ومنعته، وخدت كوبايه ميه من على الترابيزه
ترابيزه ورميتها على الدايره الزرقاء، بس الصدمه ان الميه ما وقعتش على الارض، دي فضلت ثابته مكانها وكانها وقعت على واحد فوق الدايره، والميه اتشكلت على هيئه الراجل اللي قاعد، وسمعت صوت واحد بيقول لي مالك. الصوت ما كانش غريب عليا، فقلت له مين بيتكلم؟ جمال؟ انت برضه بعت لي رساله؟ فقال لي انا اسف، وبعدها اختفى، والميه نزلت من مكانها ووقعت على الارض في مكان الدايره. وعاوز اقول لك ان الرساله اللي جمال بعتها الملك دي بتكون بصوته وشكله، والصحراء بس اللي بيقدروا يستخدموها، مع ان جمال مش معاه اصلا في الاوضه، بس قدر يوصل له عن طريق دمه، ودي كلها تفاصيل هتعرفها قدام. طبعا انت دلوقتي مستغرب وبتقول طب وايه اللي دخل ملك الغلبان ده في السحر؟ هقول لك ما تستعجلش، لان في حاجات حرفيا هتصدمك. المهم بعد ما جمال اختفى، القط كان بيبص لي وبيعمل اصوات غريبه، وانا كنت واقف مصدوم ومش مصدق اللي حصل، وازاي يوصلني رساله من جمال بعد العمر ده كله؟ اكيد في حاجه مش كويسه بتحصل، بس انا مش هسمح لاي حد مهما كان يدمر مستقبلي، وهبعد عيلته كلها عن اي خطر ممكن يحصل. بسمة فتحت الباب وقالت لي مالك ايه اللي بيحصل؟ قلت لها لا مفيش حاجه، الاوضه فاضيه ما فيهاش حد، مفيش بس غير كوبايه الميه اللي وقعتها على الارض من غير ما اقصد. وهند جت وقالت لي بابا انت شفت الراجل المرعب اللي كان معايا في الاوضه؟ قلت لها راجل مين بس اللي انت شفتيه؟ فقالت لي انا شفته واقف جنب السرير بتاعي وبيقول مالك، انا صحيت من النوم على صوته وهو واقف ما بيقولش غير اسمك. ما تخافيش يا هند، انت كنت بتحلمي حلم مش كويس، واللي شفتيه ده مش حقيقه، وعلشان ما تخافيش عاوزك تنامي الليله في اوضتي مع امك، وانا هنام في الاوضه بتاعتك علشان الراجل ده ما يظهرش تاني. اتفقنا يا هند؟ خلاص اتفقنا. خدها يا بسمه ويلا روح نامي في الاوضه معاها، وما تدخليش عليا اوضه هند غير لما انا اطلع منها. بسمه بصت لي وكانت قلقانه جدا وعارفه اني بكذب واكيد في حاجه. قلت لها روحي يا بسمه انت وما تقلقيش، فقالت لي اتمنى اللي في دماغي ما يطلعش صح، ودخلت الاوضه بتاعتي مع هند وقفلوا على نفسهم. انما انا بقى لازم اعرف هو جمال بعت لي رساله بعد العمر ده كله ليه؟ مفيش غيره اللي ممكن اعرف منه كل حاجه، خالد قريب اللي شغال ضابط شرطه. دورت على رقمه في التليفون عندي لان كان بقالي فتره طويله جدا ما كلمتوش، واتصلت بيه وقلت له خالد باشا ازيك عامل ايه والاولاد والعيله كويسين؟ بقول لك كان في موضوع كده كنت عاوزك فيه. فقال لي امورنا يا مالك انا تحت امرك، في واحد انا عاوز عنوان بيته وشغله واي معلومات عنه، وما اعرفش غير اسمه الثلاثي وعنوان بيته القديم اللي سابه من زمان. فقال لي الموضوع صعب بس من عينيا حاضر هشوفه لك. هو الراجل ده اسمه ايه؟ فقلت له اسمه جمال مصطفى نور الدين. فقال لي نعم انت متاكد من الاسم ده؟ وبعدين انت تعرف الراجل ده منين اصلا؟ لا مفيش، كان صاحبي زمان وبقالي فتره ما اعرفش عنه حاجه. انت تعرفه ولا ايه؟ والله لو كان اللي في بالي يبقى مش انا بس اللي اعرفه، دي مصر كلها تعرفه دلوقتي، واخباره ماليه الفيس والتلفزيون، والناس ما عندهاش كلام غير عن جمال ده. ليه هو ايه اللي بيحصل خلى الناس كلها تتكلم عنه كده؟ والله بص يا مالك، جمال ده رجل اعمال، وللاسف مراته واولاده كلهم ماتوا امبارح في حريق في بيتهم. جمال كان بره وقتها بس لما عرف جاله صدمه ودخل المستشفى، وللاسف هو كمان النهارده مات محروق في المستشفى من ساعتين. اتمنى ده ما يكونش جمال صاحبك اللي انت هتقصده، بس لو عاوز تتاكد تقدر تشوف صورته منشوره دلوقتي في كل مكان على النت، والناس ما عندهاش كلام غير عن جمال اللي مات هو ومراته واولاده محروقين. طب سلام يا خالد باشا، هكلمك بعدين. كنت مصدوم وقتها ومش مصدق ان جمال مات، وقلت مش هدور على النت علشان اتاكد اذا كان هو اللي مات ولا لا، انا لازم اعرف الرساله اللي جمال بعتها لي كان عاوز يقول لي فيها ايه. دخلت المطبخ وجبت سكينه ورجعت اوضه هند تاني، ونسيت اقول لكم ان جدران الشقه كلها كانت ملزوقه بورق حيطه، والورق ده شبه الدهان بالظبط، ومحدش يعرف ان كنت سايب شقتي على المحاره. بس انا ما عملتش كده علشان كان ناقصني فلوس، انا كتبت طلاسم على جدران الشقه كلها وحطيت فوقها ورق الحيطه علشان محدش يشوف الطلاسم اللي تحت. بصيت على الجدار اللي جنب السرير بتاع هند وشلت ورق الحيطه من عليه بالسكينه، والطلاسم اللي تحت الورق كلها ظهرت، بالذات الطلسم اللي قدامي ده. انا كنت كتبت بدمي مع الزعفران على الحيطه علشان احمي عيلتي، ومفيش اي حد من عالم الجن يقدر يدخل البيت طول ما الطلسم ده موجود. علشان كده الجن اللي جمال بعته برساله ما قدرش يستحمل واختفى بسرعه، واي جن مهما كانت قوته ما يقدرش يدخل بيتي طول ما الطلسم ده موجود. بس انا لازم اعرف الرساله اللي جمال بعتها، علشان كده همسح الطلسم بالسكينه من على الحيطه. مسحت الطلسم وفجاه شعر ايديا بدا يقف تاني، وجمال ظهر قدامي لابس لبس المستشفى ووشه محروق، والنور اللي في الاوضه كان بيشتغل ويطفي. جمال قرب منه وقال لي مالك انا اسف اني بعت لك الرساله دي، بس كان لازم استخدم دمك اللي سبته معايا علشان اوصل لك في اي وقت احتاجك فيه، ولازم تعرف كل اللي حصل. جمال انا عارف انك دلوقتي ميت ومش سامعنا اصلا، ودي مجرد رساله حاولت تبعتها قبل ما انت تموت، واتمنى ما تكونش جاي النهارده علشان ترجعني للطريق القديم تاني. فقال لي اللي احنا عملناه زمان رجع يطاردنا من تاني. سليم وعبد الرحمن هم وعيلتهم كمان ماتوا، وانا عيلتي ماتت وخلاص حاسس ان اجلي قرب. وبرغم اننا اتفقنا زمان نوقف كل اللي بنعمله ونسيب العالم ده خالص، بس شكل اللي عملناه زمان دلوقتي لازم ندفع حسابه. انت بتتكلم عن ايه؟ خلاص اللي فات مات واحنا مالناش دعوه، وانا اتاكدت بنفسي اننا ما سيبناش ورانا اي اثر، لكن جمال قال لي ان في واحد بيطاردنا كلنا، وده كله علشان يوصل لك انت، وعنده قوه ما شفناهاش قبل كده مع اي حد، ومعاه قبائل كامله من الجن. والراجل ده مش زي اي ساحر عرفناه قبل كده، حتى مش زينا، ده جاي وعنده هدف واحد بس، الانتقام من حاكم الجان، وهو انت يا مالك. ايوه يا جمال، بس انت عارف ان حاكم الجان ده مجرد اسطوره عملناها زمان علشان سرنا ما يتكشفش.
وبعدين اشمعنى انا وليه في الوقت ده؟ اسمعني كويس يا مالك، لو لسه ما اتجوزتش وعايش في حياتك بطولك فاهرب بسرعه، ولو اتجوزت وبقى عندك عيله واولاد فانا مش عارف اقول لك ايه، خلي بالك من نفسك، سلام. كنت مصدوم وقعدت مع نفسي افكر ومش عارف هعمل ايه، لحد ما افتكرت مراد صاحب محمود صاحبي اللي بيحضر رساله دكتوراه في عالم الجن. وليه مراد ده ظهر في الوقت ده تحديدا؟ اكيد ليه علاقه بينه وبين اللي بيحصل. بس قبل كل حاجه لازم اكتب الطلسم اللي مسحته من على الحيطه تاني علشان احمي عيلتي. عورت نفسي وخدت دم وحطيته مع الزعفران وكتبته على الحيطه من تاني وغطيته بورق الحيطه زي ما كان بالظبط. بس ده لوحده مش كفايه علشان يحميني، انا مضطر ارجع بكره لنفس الطريق القديم تاني، بكره بس وخلاص هنسى الطريق ده. بس الاول لازم اعرف ايه اللي بيحصل من ورايا. في نفس الوقت بسمع خبطت على الاوضه، فتحت لها وقلت لها انت عاوزه ايه؟ مش قلت لك ما تخبطيش عليا؟ فقالت لي مالك انا مش قادره استنى اكتر من كده، عرفني ايه اللي بيحصل بالظبط. انت رجعت تاني لنفس الطريق، قلت لك يا بسمه ما تخافيش عليا، ومن بكره مش هتطلع من الشقه لا انت ولا هند لانها الحاجه الوحيده اللي هتحميكم من اي خطر. خلاص يا مالك انا هعمل اللي انت عاوزه، بس عرفني انت رجعت لنفس الطريق القديم بتاع زمان ولا لا؟ وهتاذي الناس تاني ليه؟ ما انت خلاص بطلت. بسمه لازم تعرفي ان جمال وسليم وعبد الرحمن كلهم ماتوا، وانا المره دي مش الصياد زي كل مره. في واحد قدر يوصل لاصحابه كلهم وقتلهم، وهدفه الاساسي ينتقم مني. المشكله ان حتى معرفش هو مين ده او حتى ناوي يقتلني ازاي. ارجوك يا مالك ما ترجعش تاني لنفس الطريق القديم، احنا خلاص قفلنا الصفحه دي من زمان. بسمه لازم تعرفي اني مش هرجع بمزاجي، انا لازم ارجع علشان احميك انت وهند. وادخلي نام انت دلوقتي وما تشغليش بالك بحاجه. وفي اليوم التاني رحت لصاحبي محمود وقلت له انا عاوز اقابل مراد صاحبك، فقال لي ما كنتش اتوقع ان كلامي امبارح معاك عن مراد يخليك عاوز تقابله النهارده، ومن حظك انه قاعد دلوقتي يا سيدي فاضي على مكتبه في كليه التاريخ. طب ممكن اطلب منك طلب يا محمود؟ حبيبي اطلب اللي انت عاوزه. ممكن بعد ما اتعرفنا على بعض تسيبنا وتمشي علشان عاوز اقعد معاه لوحدي؟ يا عم سهله ما فيهاش حاجه، اللي عاوزه بس انك تحكي له كل الكلام اللي هيكون بينك وبينه، وانا واثق انه هيقنعك بعالم الجن والاعمال السحريه اللي انت مش مصدقها اصلا. مشينا لحد ما وصلنا عند مكتب الدكتور مراد وخبطنا عليه فقال لنا اتفضلوا، ومحمود قال له عرفك بمالك صاحبي اللي انا كلمتك عنه قبل كده. نورت يا استاذ مالك، اتشرفت بمعرفتك، انا الدكتور مراد دياب استاذ التاريخ. فقلت له اتشرفت بمعرفتك يا دكتور مراد. فقال لنا اتفضلوا. واقفين ليه؟ محمود قال له للاسف يا دكتور انا مش فاضي دلوقتي، انا قلت بس اجيب مالك واعرفكم على بعض، همشي انا بقى علشان لازم اقابل رئيس القسم في كليه التجاره، مش هوصيك عليه يا دكتور مراد، خلاص روح انت الكليه دلوقتي ونتقابل بالليل على القهوه. ومحمود قال لي ما تنساش يا مالك لما تخلص معاه تبقى تكلمني. قلت له تمام ماشي. وسالت مراد ايه اللي انت تعرفه عن المقريزي؟ فقال لي انا اعرف عنه حاجات كتير، بس واضح كده انك انت كمان تعرف عنه حاجه. طبعا اعرفه بس كلها حاجات بسيطه اللي اعرفها. وتقريبا ده كان مؤرخ مصري عاش في عصر المماليك والف كتب كتير، وليه كتاب اسمه تقريبا الخطط المقريزيه. مراد قال لي مظبوط فعلا. انت قريت الكتاب ده؟ لا انا عمري ما قرات اي كتاب من كتب المقريزي اصلا، بس كنت شفت كلام مكتوب عنه في مجله زمان. مجله يعني ما قريتش الكتاب؟ اصلي ما بحبش القراءه، المجلات كفايه عليا. غريب، ده انا كنت فاكر انك لابس نظاره النظر دي بسبب انك بتقرا كتير. معظم الناس فاكرين كده فعلا، بس ده ضعف نظر عادي ملوش اي علاقه بالقراءه. وبعدين سيبك من الكلام ده كله، انا سمعت من محمود انك بتحضر رساله دكتوراه عن حاكم الجن. بص هي الرساله مش عن حاكم الجن، ده عن كتاب مفقود للمقريزي، وهحكي لك الموضوع باختصار. المقريزي ده مؤرخ مصري عاش في فتره حكم المماليك، وكان عنده صداقات كتير مع الملوك والامراء، واتعلم على ايد افضل المعلمين وقتها زي ابن خلدون مثلا، اللي قال عن المقريزي انه هيكون عنده مستقبل كبير لما يكبر. والمقريزي الف كتب كتير جدا وكلها وصلت لنا، بس كان في مخطوطات من الكتب بتاعته محدش وصل لها، لحد ما انا لقيت مخطوطه منهم لما كنت مسافر سلطنه عمان. فقلت له ولقيتها ازاي؟ كانت مدفونه تحت الارض؟ قال لي لا انا لقيتها في مكتبه عمانيه قديمه. فقلت له ايوه يعني كان مكتوب فيها ايه؟ قال لي ان المقريزي اتكلم في اكتر من كتاب عن شخصيه مصريه غريبه، الوحيد اللي كان قريب جدا من المماليك والكل كان بيخاف منه وبيعمل له الف حساب، والمماليك كلهم كانوا بيثقوا فيه واي حاجه كان بيقول عليها كانوا بيعملوها على طول، لدرجه انه كان بيحركهم كلهم زي قطع الشطرنج. ومن كتر سيطرته وحكمه الناس قالوا عليه ان حكمه لمصر والشام اسهل له من دخول الحمام، كان مسيطر على المماليك كلهم. فقلت له ايوه بس اللي انت بتتكلم عنه ده اكيد شخصيه اسطوريه مش موجوده اصلا. فقال لي بالعكس ده مذكور في معظم كتب المقريزي، وكان معروف عنه الغدر، ولو حد جه عليه ما كانش بيسيب حقه، قتل وظلم ناس كتير لحد دلوقتي ما نعرفش عددهم. والمقريزي قال عليه ان هو حاكم الجن. حاكم الجن ايه سبب انه يتسمى بالاسم ده؟ هقول لك يا سيدي على السبب، بس فجاه تليفوني بيرن وكانت مكالمه من مراتي بسمه، وقلت للدكتور مراد اسف على المقاطعه بس هطلع ارد عليها وارجع لك. رديت على بسمه وسالتها في ايه، فقالت لي مالك انت ازاي بترد على التليفون؟ فقلت لها مش فاهم قصدك ايه. قالت لي مالك انا شايفاك دلوقتي قدام الشقه من العين السحريه وبتخبط عليا وبتقول لي انك نسيت المفتاح بتاعك وجاي تاخده. سمعت وقتها واحد بيخبط عليها فعلا وبيقلد صوتي.